كل كوب ثوم راح نحتاج عليه رشة ملح، تقريبا 3 كوب زيت. ليه الزيت؟ عشان يحافظ على طراوته بالفريزر، نقدر ناخذ منه بالملعقة. إذا ما حطينا كمية زيت كافية راح يجمد وما راح نقدر ناخذه بالملعقة بسهولة. هذا عندي مجمدته من قبل، راح أوريكم. شايفين؟ أقدر أشيله بسهولة، لكن لو ما حطيت كمية زيت كفاية ما راح ينشال معي. هذا شكله بعد ما طحناه. حطوه بعلب واحفظوه بالفريزر، يقعد عندكم مدة طويلة. الكيس الواحد يقعد عندكم مدة طويلة حسب استخدامكم طبعا. سووه بالبيت.